لما تيجي تعمل حلقة تتكلم فيها عن فيلم الأرض مش هتحتاج مقدمات قوية علشان تشد الناس، لأن عظمة القصة اللي كتبها عبد الرحمن الشرقاوي وقوة الأداء العبقري لمحمود المليجي كافيين جدا. تخيل إنك بتتفرج على ممثل بيوصل الإحساس بنظرة عينيه وملامح وشه من غير ما يتكلم، ده غير إنك هتتكلم عن فيلم في المركز الثاني في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. فخليكم معايا، أنا كريم الخولي وده فلاش باك. يا روايح الزمن الجميل هفهفي وخدينا للماضي وسحر الخفي. بتبدأ الحكاية في قرية من أفقر قرى ريف مصر، قرية فيها كل أنواع البشر، فيها الغني والفقير، القوي والضعيف، الظالم والمظلوم، فيها الجمال اللي بينور الضلمة اللي موجودة في القرية، فيها رجل الدين اللي باع دينه لصالح الحاكم، وفيها المتعلم الأجوف، وفيها أرجل شخصية في تاريخ السينما المصرية وهي شخصية أبويا محمد أبو سويلم. محمد أبو سويلم كان زمان شيخ الغفر، لكن الحكومة طردته لما شارك في مظاهرات 19 ووقف بعد كده ضد حزب الحكومة في الانتخابات. أبويا محمد أبو سويلم لما تبص له هتحس إنه شايل هم على طول، لأنه بالرغم من إنه ما كانش متعلم لكنه كان أكثر أهل القرية علما، لأنه كان يعلم إن الأرض هي أهم شيء في مصر كلها، وإن الحفاظ عليها يأتي في المرتبة الأولى قبل أي حاجة. لكن في مشكلة كبيرة بتواجه القرية، وهي إن الحكومة قررت إن أيام الري المخصصة للقرية كلها هي 10 أيام بس، وده مش علشان أي حاجة غير إن باقي المية لازم تروح لأرض محمود باشا. وفي وسط المشاكل دي هنلاقي نقطة من النور والجمال الطبيعي والمتمثل في شخصية وصيفة بنت أبويا محمد أبو سويلم، واللي تعتبر أجمل بنت في القرية. وصيفة كل رجال القرية كانت عين عليها، وكل واحد فيهم كان عايزها لنفسه، عبد الهادي ومحمد أفندي، حتى دياب كان عينه عليها. ومع وصيفة هنتعرف على الأحلام البسيطة لأهل القرية، فهنلاقي إن وصيفة نفسها تتجوز أي حد من مصر علشان تسيب القرية خالص. وهنلاقي علوان العرباوي نفسه في شوية شاي وسكر وسجارة مكنة ياخدهم من الشيخ يوسف على الحساب. وهنلاقي دياب اللي نفسه في عيش قمح وطعمية بدل العيش الذرة. محمد أفندي. ايوه يا دياب. كنا بنا نفسي في الطعمية السخنة والعيش القمح. ده غير حلم وصيفة إنها تلاقي شوال كله برايز. يا حلاوة، لو كنت أنا واصحى ألاقي سكيبة مليانة برايز. وإنها تروح مصر علشان تاكل عيش قمح وحلاوة طحينية على طول زي أهل مصر. وبالرغم من إنها أحلام بسيطة لكنها كانت بتمثل ليهم قمة الرفاهية. يا ما انتم متعين نفسكم يا أهل البندر. المهم إن كان في مشكلة أكبر كانت مستنية أهل القرية، وهي إن أيام الري قلت، وبدل ما كانت 10 أيام بقت 5 بس. ودي طبعا كارثة، لأن ال5 أيام في الأساس ما كانتش كافية لري أراضي القرية كلها. والكلام ده عرفه عبد الهادي وهو قاعد مع الوان في أرض شيخ البلد لما عدى عليهم 200 موظفين من الحكومة وبلغوهم بالكلام ده، واللي للعلم كان عارف العمدة من بدري وبلغ بيه عبد العاطي الغفير. لكن عبد العاطي ما بلغش الكلام ده لحد. عبد الهادي لما عرف ثار وكان هيضرب الموظفين. ومع تضييق الحكومة على فلاح القرية هنشوف ان الفقر في القرية وصل لأعلى مدى، لما هنشوف خضرة وهي هزلانة وقربت تقع من طولها بسبب قلة الأكل. وبالرغم من ده لكنها فضلت ماشية ورا بقرة محمد أبو سويلم علشان تاخد الروث بتاعها واللي هتبيعه بعد كده. بل هي كمان دخلت في صراع مع إحدى فلاحات القرية على الروث ده. خضرة زيها زي علوان العرباوي ما عندهمش أرض، وبناء عليه فهم ما عندهمش أصل ولا كرامة، وكانوا في أدنى مراتب الفقر، لدرجة إن خضرة كانت بتبيع شرفها العلواني مقابل زرين خيار. ما تبقي تحصليني على الغيط يا بنت بعد المغرب. هتديني إيه؟ زر خيار. زي خيار واحد بس؟ خليهم 2. المهم إن أبويا محمد أبو سويلم لما عرف الكلام ده ثار وقال إنه هيروي أرضه مهما حصل. لكن الشيخ يوسف هداه وقال له يستنى لما أهل القرية يتجمعوا علشان يشوفوا هيعملوا إيه الأول. وفعلا أهل القرية اجتمعوا بالليل في بيت محمد أبو سويلم، وبعد مناقشات كتير قرر أهل القرية إن محمد أفندي هيكتب عريضة لمحمود بيه واللي هيقدمها بدوره لرئيس الوزراء علشان يزود أيام الري. وفعلا محمد أفندي بيكتب العريضة وبيروح بيها لمحمود بيه اللي بيرفضها، وبيطلب منه إنه ياخد ورقة بيضة يمضي عليها أهل القرية ويبصمهم، وهو بقى هيبقى يكتب العريضة بنفسه. وفي مشهد أقرب لمشاهد الانتخابات المعتادة تم حشد أهل القرية للتوقيع على بياض على حاجة هم مش عارفين أساسا إيه هي. اللي يحب الله ورسوله يخش يختم ويبسم. يلا يا بلد زناتي، يلا يا بلد الكفري. وبالرغم من اعتراض عبد الهادي على اللي بيحصل
لكنه ما قدرش يوقف التوقيعات. بعد كده محمد افندي بيسافر مع محمود باشا للقاهره، لكن محمود باشا بيتهرب منه وبعد كده بيقابله علشان محمد افندي يعرف المصيبه الكبيره، وهي ان محمود باشا حط توقعات اهل القريه على عريضه بتطلب بمد طريق زراعي في القريه، وده عمل صدمه لمحمد افندي لان الطريق ده هياكل من ارض اهالي القريه وهيزود مشاكلهم اكتر. ومع اعتراض محمد افندي بان القريه عاوزه ميه مش عاوزه طريق، فمحمود بيه بيرفض كلامه بدعوى المدنيه والتحضر. البلد مستنيه الميه هي حياتها يا سعاده البيه. السكه الزراعيه هتمدن بلدكم، افهموا بقى. بعد كده محمد افندي لما بيدرك حجم المصيبه فبيروح لخاله الشيخ حسونه علشان يشوف له حل، لكن الشيخ حسونه بيثور وبيلومه ان ازاي سمح ان اهل القريه تمضي على حاجه مش عارفين ايه هي. بعد كده بنروح للقريه وبنشوف ان ندره مياه الري عملت مشكله كبيره في القريه وخلت اهالي القريه يتصارعوا ما بينهم، وفي عز صراعهم بنسمع صراخ زوجة محمد ابو سويلم بان البقره وقعت في الساقيه، علشان نشوف مشهد غريب ان بعد صراع اهل القريه هنلاقي ان في الازمه اهل القريه تكاتفوا علشان يطلعوا البقره من الساقيه. انا بقى عايزكم تفتكروا المشهد ده كويس علشان هنتكلم عليه بعد كده بشكل مفصل في اخر الحلقه. بعد كده اهل القريه فهموا ان مش الحل انهم يتصارعوا مع بعض على قليل، لكن الحل انهم يشغلوا الساقيه ويتجاهلوا اوامر الحكومه تماما، وفعلا ده اللي حصل وروى اهل القريه ارضهم. وبتحصل بعد كده مشكله وبيقوم العمده بالقبض على محمد ابو سويلم وعبد الهادي ودياب وبعض من اهالي القريه علشان يتم ترحيلهم من المديريه في مصر، علشان يلاقوا هناك الاساءه والاهانه من سجانيهم، لدرجه انهم ازالوا رمز الرجوله في الثقافه المصريه بانهم حلقوا شنب ابويا محمد ابو سويلم. وفي اثناء حبس رجال القريه وصل الشيخ حسونه ومحمد افندي وعملوا بعض المحاولات للافراج عن المحبوسين، علشان نشوف بعد كده مشهد يسلج الصدور وهو ثوره نساء القريه على العمده واللي ضربوه علقه محترمه. والله وفيكي خير يا بلد. المهم ان بعد كده ان المحبوسين خرجوا ورجعوا البلد، لكنهم رجعوا مكسورين بعد اللي حصل. بعد كده العمده بيجيله فكره جهنميه علشان ينتقم من اهل البلد ويرجع كرامته اللي ستات البلد بعتروها، فامر واحد من اهالي القريه وهو الشيخ شعبان الدجال بانه يقتل خضره. وبعد ده ما حصل رفض انه يبلغ بالجريمه علشان تفضل كارت ارهاب في ايده يهدد بيه اهل القريه، وان اي حد هيقف في وشه هيلبسه جريمه قتل خضره. بعد كده محمد ابو سويلم بيرفض كل الحلول اللي بيقدمها اهل القريه لحل مشكله الطريق الزراعي، علشان يقترح عبد الهادي انهم يرموا حديد الزراعيه في ميه الترعه. يبقى نرمي حديد الزراعيه في الترعه. عفارم عليك يا ابو سويلم. وفعلا بينجح اهل القريه في تنفيذ خطتهم وبيفرحوا وبتكتمل فرحتهم بخبر موت العمده، لكن فرحتهم لم تكتمل بوصول الهجانه للقريه واللي كانت بدايه الانهيار لاتحاد اهلها، لاننا هنلاقي ان في تعديلات هتتم في الطريق علشان تبعد عن اراضي بعض اهالي القريه بعد اتفاقهم مع محمود بيه، وكل من الواسطه عمل حسابه يبعد الطريق عن ارضه. وهنشوف الشيخ يوسف وهو بيبيع للعمال اللي شغالين في الطريق ده. احنا هنشوف كمان ان بعض اهالي القريه هيشتغلوا عمال باليوميه في اعمال انشاء الطريق. الناس الوحيده اللي فضلت على موقفها هو ابويا محمد ابو سويلم وعبد الهادي. ويا ترى محمد ابو سويلم هيقدر يحافظ على ارضه اللي هي شرفه وعرضه، ولا الظروف هتبقى اقوى منه؟ وده اللي هنعرفه لو بنتفرج على الفيلم. فكره الفيلم بتدور حوالين ارتباط المصري بالارض وانها مصدر عزه ومجده واساس حضارته، وهي فكره متاصله في الوعي والوجدان المصري من الاف السنين. وده هيبان في كذا موضع في الفيلم لما اهل القريه بيربطوا اهميه الشخص واصله وعزته بالارض. اديني نازل اهو. مين دول؟ دول من اهل البلد اللي سابوا الفلاحه وراحوا مصر ما نفعوش هناك، جحدوا الارض فجحدتهم. بس اللي ما يملكش ارض وما يملكش اي حاجه حتى الشرف. الله يعني ابيع ارضي واقعد لك عريان؟ دي وبنلمسه برضه لما بنلاقي ان دياب اول ما خرج من الحبس جري على ارضه وفضل يتمسح فيها كانه بيتمسح في محبوبته اللي وحشته. وهنشوف برضه مشهد محمود المليجي وهو بيشوف الحديد وهو بيرشق في ارضه، وبنشعر كأن الحديد ده رشق في قلب محمد ابو سويلم. وفي الاخر هنشوفه في المشهد الاكثر شهرة في تاريخ السينما وهو مشهد سحل محمود المليجي، وهو بالمناسبه مشهد غير موجود في الروايه الاصليه وتم اضافته من قبل يوسف شاهين لتعزيز الفكره. وهنلاحظ في المشهد حاجتين مهمين، ان ابو سويلم ما اهتمش بقلمه قد ما انه يهتم بانه يتعلق بالزرع، ولو ركزنا هنلاقي انه اتعلق بالزرع اللحظه وقفت المأمور وكانت هتوقعه من على حصانه، لكن للاسف قوه التدمير كانت اكبر منه. كان المخرج عاوز يقول لنا اننا لو تمسكنا بالارض هيبقى اقوى من اي شيء. وهنلاحظ شيء عظيم جدا، وان محمد ابو سويلم بعد ما فقد قدرته على التمسك بالزرع هنحس انه بيحرث في الارض بايديه
في مشهد رائع بيعزز فكره اهميه الارض بالنسبه ليه. الفيلم كمان بيتميز بحاجه بيختلف بيها عن باقي الافلام، وهو انه بيقدم المشكله والحل. طب ايه هي المشكله؟ المشكله هي ان اي عدو لمصر بيحاول يبعدها عن اصلها ومصدر عزتها ومجدها وهو الارض، وبينجح في ده عن طريق اسلوب بيتبعه اي محتل، والاسلوب هو انه يغرق اهل البلد في المشاكل. في الاول الحكومه خلت فتره الري 10 ايام، ولما الناس سكتت بقت فتره الري 5 ايام، ولما الناس صارت شغلوهم بمشكله تانية تنسيهم المشكله الاساسيه، وهي مشكله الطريق الزراعي. فالناس انشغلت بالحفاظ على ارضها اللي الطريق الزراعي هياكلها، ونسيوا المشكله الاساسيه وهي ان مفيش ميه اساسا يروا بيها الارض. وبعد كده العمده حرض على قتل خضره علشان الناس ينشغلوا بالموضوع ده وينسوا موضوع الطريق. وفي الاخر محمود بيه استمال بعض من اهالي القريه علشان يفتت تجمعهم ويضعفوا، فكانت الطريقه هي الاغراق في المشاكل. طب ايه الحل؟ الحل برضه ذكره عبد الرحمن الشرقاوي، وده حصل لما محمد ابو سويلم قال لمراته انها تاخد بالها من البقره لانه كان سايبها بعافيه. النبي بخلي بالك من البقره شويه لحسن كنت فايتها بعافيه. والمقصود هنا طبعا ان مصر هي البقره اللي بعافيه شويه، والتشبيه ده كان معتاد في الفتره دي ومتكرر. وعلى سبيل المثال اغنيه الشيخ امام المشهوره بقره حاحه. فلاح النواح والنواحه على بقره حاحه النصاحه. وبعد كده بنشوف مشهد صراع الاهالي على الميه وسقوط البقره في الساقيه، وان تم انقاذها عن طريق تكاتف وتعاون اهل القريه، بمعنى ان صراعنا مع بعضنا هيخلي مصر تغرق، وان مفيش اي سبيل لانقاذها غير اننا نحط ايدينا في ايدين بعض ونعرف اننا مش اعداء، وان عدونا معروف، وان هو اللي عاوزنا ناكل في بعض ونتصارع على القليل. ويبقى الحل الاعظم والاكثر قوه، وهو الحل اللي ابويا محمد ابو سويلم قاله، وهو لاننا كنا رجاله وكنا واقفين وقفه رجاله. رزقنا الله عوده لاصولنا ومنبع حضارتنا منذ الاف السنين. سلام.